التضخم في مصر بينزل لأدنى مستوياته من 3 سنين مرة واحدة وبيوصل ل 12.8% بعد ما كان وصل لأكتر من 24%، وده بالتزامن مع تلاشي أزمة الدولار. وفي نفس الوقت صندوق النقد بيوافق على الشريحة الرابعة من القرض اللي قيمتها 1.2 مليار دولار، بالإضافة لقرض جديد قيمته 1.3 مليار دولار. لكن في نفس الوقت صندوق النقد اتفق مع الحكومة المصرية برفع الدعم الكامل عن البنزين، وده اللي هيخلي أسعاره تتفجر خلال السنة دي. إيه هو سبب انخفاض التضخم بشكل كبير في شهر فبراير؟ وهل خلاص انتهت أزمة الدولار تماما؟ ويا ترى أسعار البنزين هتغلى قد إيه اليومين الجايين؟ كل ده هندردش فيه سوا النهارده. أنا محمود طولان، وتعالى نشوف الرابط. واضح ان الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي نوعا ما، وخصوصا بعد ظهور بيانات التضخم الاخيره، واللي بشكل مفاجئ لقينا فيها ان التضخم في مصر نزل للنص تقريبا عند 12.8%، وده ادنى مستوى ليه من مارس 2022، وده كان اكتر وقت تعرضت مصر فيه لازمه ماليه طاحنه. وعلى الرغم ان الانخفاض ده كان متوقع، ولكن مش بالنسبه دي، وده لان المحللين توقعوا نزول التضخم عند 14.5% تقريبا، وجت الارقام اقل من كده عند 12.8%. حلو الكلام. طيب الارقام دي معناها ايه وبتدل على ايه؟ اول حاجه هي دليل على تحسن الاقتصاد المصري ولو حتى نسبيا، عشان برضه لسه التضخم ما وصلش لمستهدف البنك المركزي واللي هو كان 7%. طبعا الارقام دي مش معناها ان الاسعار هتقل، لكن وتيره الزياده بتاعتها هتكون اقل بكتير. يعني عندك مثلا اسعار الاكل والشرب اللي زادت بنسبه 3.7% في شهر فبراير بس، ودي نسبه قليله جدا لو قارناها بنسبه شهر يناير اللي وصلت فيها نسبه الزياده ل 20%. ده بالاضافه لان دي فرصه كويسه جدا للبنك المركزي انه يبدا في تخفيض الفايده في اجتماع 17 ابريل اللي جاي، وتخفيض الفايده طبعا هيساعد على تخفيف اعباء الديون، وخصوصا الديون المحليه. الفايده في مصر حاليا حوالي 27%، ودي نسبه مرتفعه جدا وعبء كبير على البنوك والافراد. ومع انخفاض التضخم بالشكل ده هيقدر البنك يخفض سعر الفايده بشكل كبير في اجتماعاته الجايه. اهم السببين لانخفاض التضخم بالشكل ده هما تاثير سنه الاساس واستقرار سعر الصرف. سنة الأساس دي باختصار معناها إننا بنحسب التضخم كان كام في نفس الشهر من السنة اللي قبلها، عشان التضخم في شهر فبراير سنة 2024 كان كبير جدا عند 35.7% تقريبا. السنة دي بان إنه قليل جدا. ومثال على كده عشان أبسط لك الموضوع، تخيل نفسك بتشتري سلعة معينة دلوقتي مثلا ثمنها 50 جنيه، لو رجعنا لسعرها في فبراير 2024 ولقيناه 45 جنيه، ده معناه إن في فرق 5 جنيه بس، وده معناه ان التضخم قل نسبيا. لكن لو شفنا سعرها ولقيناه مثلا 20 جنيه، ده معناه ان في فرق 30 جنيه، وده معناه ان التضخم ارتفع بشكل كبير جدا. يعني كل ما كانت الاسعار في السنه اللي فاتت مرتفعه، كل ما بانت نسبه التضخم الحاليه كانها قليله حتى لو الاسعار لسه بتغلي. اما بقى بالنسبه لاستقرار سعر الصرف، فده من اهم اسبابه حصول مصر على قروض جديده، واخرهم موافقه صندوق النقد الدولي على الشريحه الرابعه لمصر، واللي قيمتها وصلت ل 1.2 مليار دولار في 10 مارس، وده غير موافقة الصندوق كمان على قرض جديد قيمته 1.3 مليار دولار، وهتاخده مصر على دفعات الفترة الجاية. وبكده تبقى مصر قدرت تاخد في الفترة ما بين 2022 لحد دلوقتي حوالي 3 مليار دولار، اللي هم قيمة أول 4 صفقات من قرض الصندوق النقد. وطبعا قرض الصندوق هو دليل واضح على ثقته في الاقتصاد المصري الفترة الأخيرة، ويعتبر إشارة واضحة للمستثمرين الأجانب إنهم يجوا يستثمروا في مصر، سواء بقى في أدوات الدين أو الاستثمارات المباشرة العادية. ده غير إن مركز المعلومات وإدارة اتخاذ القرار في مصر توقع إن الاقتصاد المصري هينمو في 2025 في حدود من 3.5 ل 4.5%، ودي نسبة كويسة جدا لو قارناها بنمو سنة 2024 اللي وصل ل 2.7% بس. والقطاعات اللي هتتسبب في النمو ده هي قطاعات زي القطاع الصناعي والزراعي وكمان قطاع الخدمات. ولو جينا كمان نبص على قطاع الصناعات الهندسية في مصر، هنلاقي إن صادراته زادت بنسبة 42% في يناير 2025، وده مقارنة بنفس الشهر من السنة اللي فاتت، عشان توصل إجمالي صادراته ل 526 مليون دولار. الحقيقة إن كل دي أخبار جميلة جدا ومبشرة، ولكن في خبر طلع سبب قلق كبير جدا للمصريين، وهو ارتفاع أسعار الوقود في الفترة الجاية بشكل كبير جدا. وعشان تفهم الخبر ده وتفاصيله لازم تركز معايا كويس جدا في اللي هقوله دلوقتي. لسه من شوية كنت بقول لك إن صندوق النقد وافق خلاص إنه يسلم مصر الشريحة الرابعة اللي هي 1.2 مليار دولار،
واللي مصر هتستلمها خلال الايام الجايه. قصاد الدفعات دي صندوق النقد الدولي كان طالب بعض الاصلاحات الصعبه جدا، ولكن بسبب ظروف الحرب وتاثيرها على ايرادات قناه السويس حصل تفاهمات في بعض الامور، زي مثلا ان صندوق النقد الدولي وافق على تعديل الفائض الاول للعام المالي الحالي من 4.5% ل 4% بس، وده عشان يدي الحكومه مساحه انها تقدر تدعم الفئات الاكثر احتياجا في مصر. والفائض الاولي ده برضو عشان تبقى عارف هو بيتحسب بطرح اجمالي الايرادات من اجمالي النفقات باستثناء مدفوعات الفوائد. لكن الاصلاح اللي تم الاتفاق عليه وبقى امر واقع خلاص هو ان مصر هترفع الدعم بشكل كامل على الوقود وبشكل تدريجي لحد ديسمبر 2025. تقول لي ايوه، يعني البنزين هيوصل لكام وانابيب البوتاجاز هتوصل كام، وهل ده هيكون اخر ارتفاع ولا لا؟ هقول لك اولا لازم تعرف ان دعم الحكومه للوقود في الربع الاول من السنه الماليه الحاليه هينتهي في 30 يونيو 2025 واللي وصل ل 39 مليار جنيه. وبحسب بيانات وزاره الماليه فالحكومه كانت رصدت دعم المواد البتروليه في السنه الماليه الحاليه حوالي 154 مليار جنيه، وده اقل من السنه الماليه اللي قبلها اللي وصل الدعم فيها ل 165 مليار جنيه. ومع رفع الدعم عن المحروقات بتتوقع شركه EFG القابضه ان اسعار المحروقات هتزيد من 25% ل 30% خلال العام الحالي. احنا هنا بنتكلم عن الزياده في خلال السنه ككل. طيب الزياده بقى الشهر الجاي هتبقى قد ايه؟ بص، كل زياده من الزيادات هتحددها لجنه تسعير البترول اللي هتنعقد لسه في ابريل الجاي، لكن بحسب كلام حسام عرفات رئيس شعبه المواد البتروليه في الغرفه التجاريه فارتفاع الاسعار اللي هتقره اللجنه في الاجتماع الجاي مش هتعدي ال 10%، ونسب الارتفاع دي بيتم حسابها بناء على 3 عوامل، وهم سعر العالمي للنفط وسعر صرف الجنيه قصاد الدولار، بالاضافه للتكاليف المباشره والغير المباشره على النفط زي تكاليف النقل والتكرير والتوزيع والحاجات دي. ولكن بحسب كلام رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي فالسولار وانابيب البوتاجاز الدعم هيستمر عليهم عادي. والسؤال هنا هو الدعم الحكومي على السلع دي بيوصل لقد ايه اصلا؟ هقول لك بحسب تصريحات وزير البترول الاسبق اسامه كمال فالحكومه المصريه بتضخ في السوق يوميا حوالي 1.2 مليون انبوبه بوتاجاز، وفاتوره دعمها بيوصل ل 250 مليون جنيه تقريبا. اما بالنسبه للسولار فالحكومه المصريه بتضخ في السوق يوميا حوالي 40 مليون لتر سولار، وبفاتوره الدعم بتوصل ل 500 مليون جنيه يوميا. وهنا يجي سؤال في دماغك، ليه البنزين يرفع والسولار وانابيب البوتاجاز لا؟ اشمعنى يعني؟ هقول لك بحسب اللي قاله الخبير الاقتصادي مصطفى ابراهيم لشبكه CNN ان الحكومه ما تقدرش ترفع الدعم على السولار بشكل كامل، وده لانه مرتبط بقطاعات حيويه زي النقل والزراعه، وبالتالي فرفع اسعار السولار هيجي معاه رفع الاسعار سلع زراعيه كتير زي الخضار والرز والفواكه. اما بالنسبه بقى للبنزين فالزياده مرتبطه بجهود الدوله لتخفيض عجز الموازنه، وده شرط اساسي من شروط صندوق النقد، واللي هيعمل المراجعه الخامسه من برنامج القرض اللي حجمه 8 مليار دولار قبل نهايه يونيو 2025، وبالتالي انت لازم تنفذ الاصلاحات اللي انت تعهدت بيها معاه. تقول لي يعني الدعم خلاص بدا يختفي من كل حاجه كده؟ طب الحكومه هتدعم ايه؟ بص، لازم تكون فاهم ان مصر حاليا بتتحول من الدعم العيني للدعم النقدي. يعني ايه الكلام ده؟ الدعم العيني اللي هو احنا فيه، يعني ان سلعه ما بيقف سعرها على الحكومه ب 3 جنيه بس هي بتطرحه في الاسواق بجنيه كدعم للمواطنين، وده هيتلغي تماما لان الحكومه شايفه ان بالمنظر ده الدعم مش بيوصل لمستحقيه. وفي سبب تاني وهو ان السلعه دي جزء منها بيتم استيراده وبالتالي بيضغط على الدولار. اما الدعم النقدي بقى فبدل ما الحكومه بتنزل الاسعار هي بتديك فلوس بشكل مباشر عشان تقدر تشتري السلعه دي، وسواء بقى السلعه دي غليت او لا الدولار مفيش ضغط عليه لانك بتشتريها بسعرها الحقيقي. ده غير ان الحكومه شايفه انها بالطريقه دي هتدي الدعم ده بس للمواطن المحتاج بجد بدل ما هو متاح للجميع. فيا ترى بقى انت شايف انهي نوع من الدعم افضل، الدعم النقدي ولا الدعم العيني؟ قول لنا رايك في التعليقات وما تنساش اللايك، وكالعاده شير الرابط.